السلام عليكم. في أحد أحياء الولايات المتحدة الأمريكية الفقيرة عام 1975 كان ريكي جاكسون شابا هادئا في 18 من عمره، يحب الموسيقى ويحلم بدراسة الهندسة. لم يكن لديه سجل إجرامي ولا حتى مشاكل مع القانون، لكن في ليلة واحدة اختفت كل أحلامه. اتهم ريكي بقتل بائع متجر خلال عملية سطو مسلح. لم يكن هنالك أي دليل ضده، لا بصمات، لا شهود عيان، ولا تسجيلات. كل ما في القضية كانت شهادة طفل عمره 12 سنة فقط، هو إيدي فيرينون، الذي قال إنه رأى ريكي يطلق النار. لكن الحقيقة كانت مرة. إيدي كان خائفا من الشرطة ضغطت عليه وأخبروه بما يجب أن يقوله. هو لم يرى الجريمة حقا، لكنه كذب لينهي الاستجواب. ومع ذلك صدق القاضي كلمته وحكم على ريكي بالإعدام. نقل ريكي إلى زنزانة الموت. كل يوم كان يسمع صوت المفاتيح الحديدية، خطوات السجانين، صرخات المسجونين. كان يعيش في زنزانة ضيقة، لا يرى الشمس إلا لدقائق معدودة. الأيام تحولت إلى شهور، والشهور تحولت إلى سنوات. رأى رفاقه في الزنزانة ينفذ فيهم حكم الإعدام، واحدا تلو الآخر. تلقى خبر وفاة أمه برسالة جافة: والدتك ماتت، لن يسمح لك بحضور الجنازة. لكن ريكي لم يستسلم. كان يقرأ الكتب، يدرس القانون، ويكتب الرسائل إلى المنظمات الحقوقية مؤكدا براءته. قال في إحدى رسائله: أنا أعلم أن الحقيقة ستظهر يوما ما، لكني أخشى أن لا أكون حيا عندما يحدث ذلك. المفاجأة والاعتراف الذي هز المحكمة. بعد 39 سنة في السجن حدث ما لم يتوقعه أحد. إيدي الطفل الذي أصبح رجلا في الخمسينيات من عمره عاد إلى المحكمة من جديد. وقف وقال بصرخة مليئة بالندم: أنا آسف، لقد كذبت، كنت خائفا ولم أرى شيئا. ريكي بريء. بدأت التحقيقات من جديد، وظهرت أدلة تثبت أن السلاح المستخدم في الجريمة لا يمت لريكي بصلة. شهود آخرون اعترفوا أن الشرطة ضغطت عليهم لتغيير أقوالهم. لا يوجد أي رابط بين ريكي والضحية. والخروج إلى الحرية، حياة جديدة بلا ماضي. في نوفمبر 2014 أعلنت المحكمة براءة ريكي. عندما خرج من السجن كان في العمر 59 أو في 59 من عمره، لكنه بدا كرجل عجوز. الشباب ضاع، الأم ماتت، الأصدقاء نسوه. أعطته الدولة 10 ملايين دولار تعويضا، لكنه قال: ماذا أفعل بالمال؟ لا يمكنه إعادة عمري، ولا دموع أمي، ولا الأيام التي عشتها خلف القضبان. رفض الكراهية وقال كلمته الشهيرة: سامحتهم، لأني لو كرهتهم سأظل سجينهم للأبد. لماذا تظل قصة ريكي مهمة؟ العدالة ليست معصومة، النظام القضائي قد يخطئ، والأبرياء قد يعاقبون. شهادة الأطفال ليست دائما صادقة، خاصة تحت الترهيب أو الإغراء. الغفران أقوى من الانتقام. ريكي اختار أن يعيش بسلام بدل الموت بغضب. السؤال الذي يبقى بدون جواب: ريكي نال حريته، لكن ماذا عن الآخرين؟ كم شخصا بريئا لا يزال في السجن بسبب أخطاء القضاء؟ قصة ريكي تذكرنا بأن العدالة الحقيقية تحتاج إلى عيون مفتوحة، وآذان تسمع، وقلوب تشعر. لكن قصة ريكي ليست مجرد سيرة ذاتية لألم إنسان، بل صورة لقصور النظام الذي يفترض أنه يحمي الأبرياء. هي قصة تدعونا إلى التشكيك في اليقينيات والوقوف مع كل من يظلم، لأن الحرية حين تسلب من إنسان بريء تسلب منا جميعا. نلتقي في قصة أخرى، ودمتم سالمين.